ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب. لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم العرب؟ لأن العرب أمة الإسلام وحملة الإسلام إلى آخر الزمان، كما قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم، يعني من العرب لما يلحقوا بهم هو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، جعل الله وإياكم من هذا الفضل. فهم العرب هم حملة الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله إن لم تحملوه، يعني أنتم يا معشر العرب، فغيركم أولى أن لا يحمل الإسلام. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن العظيمة في آخر الزمان قالت إحدى النساء يا رسول الله فأين العرب؟ قال هم يومئذ قليل وهم بالشام. فجميع قوى الشر، جميع قوى الشر تعادي العرب وتحقد عليهم لو كانوا كفارا. ليش؟ لأنهم هم الذين أظهر الله بهم الإسلام، وهم الذين نشر الله بهم الإسلام، وهم الذين يحفظ الله تعالى بهم الإسلام إلى حين يرفع القرآن من الأرض ما يبقى فيه ولا حرف، مثل هدم الكعبة. ولذلك خص النبي صلى الله عليه وسلم ديار العرب. وين ديار العرب؟ هي جزيرة العرب. فهذا دليل على أنه جزيرة العرب هي مأرز الإسلام وهي مظهر الإسلام. إذا قوي الإسلام ظهر منها وانتشر، وإذا ضعف تقلص إليها، حتى أخبر صلى الله عليه وسلم أن الإسلام يأرز بين المسجدين في آخر الزمان في بعض الأحوال بين المدينة ومكة.